نعمل مع بعض يا حلوين الكرنب. النهارده الجو برد جدا جدا، فقلنا نعمل لكم محشي كرنب. بس عايزه اوريكم طريقه التقطيع. الاول زمان كنا بنعمل التقطيعه دي، نجيب الكرنبايه كده تمام ونعمل كده كده اهو بالشكل ده اللي طلعنا عليه من زمان. دي التقطيعه بتاعتنا، ونقعد بقى نعمل الورق كده وحوار تمام كده تمام. لا احنا هنعمل طريقة اسهل عن كده بكتير. يلا بينا. معايا حلوين اهو كرومباية تاني بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه؟ هنقلبها كده اهي زي ما انتوا شايفين تمام اهي. وهجيب السكينة بتاعتي واوسطنها كده في الكرومباية كده واسند بيدي اهو زي ما انت شايفه تمام. امور واضحة. واجيب كده اهو واسند بيدي برضو. شايفين الشكل؟ اسهل طريقة ممكن تعملي. شايفة؟ بتقسمي الكرنباية بالشكل ده وبتطلع لك الورقة على قد الصابع الكرنب اللي انت هتحشيه بالطريقة دي اهو. شايفة؟ طريقة سهلة جدا جدا جدا، وبيطلع الورق جميل جدا 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 جدا. بصوا الورقة عامل ازاي، سهلة جدا. بدل ما تقطعي وتعملي وتشيلي الورق ومش عارفة ايه وتشيلي العصي، موال طويل جدا. لا احنا بنستسهل الامور. بصي الشكل عامل ازاي. بصي الورقة، تاخدي الورق تسلقيها وعلى طول بتحشيها، ما بتاخديش وقت خالص. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. معايا حلة يا حلوين اهي، المية بتغلي. هحط فيها ايه؟ كمون وحبة ملح تمام. كمون وملح بس في المية، وتكون سخنة جدا كده. وهنزل بايه؟ هنزل بالورق اللي انا قطعته معاكم. بصوا الورقية عاملة ازاي. بصوا دقيقتين ونشيل. مش عايزاها يعني تتسلق جامد، انا عايزاها تستوي كويس جدا مع الرز بتاعي. فيدوب كده يعني دقيقتين ونشيل على طول تمام. ونشوف هنعمل ايه تاني. على ما نسلق الكرنبايه مع بعض يا حلوين، نحضر احنا بقى البصلة بتاعتنا. معايا صينية، اي صينية عندك. هننزل ب3 معالق من السمنة او معلقتين براحتك تمام، وعليهم حبة من الزيت تمام. يسخنوا وننزل فيهم البصل بتاعنا. وهو هننزل بالبصلة يا حلوين. انا حاطة على البصلة من عمها في الكبة كده، حاطة عليها نص قرن فلفل حامي. لو انت مش حابة ده اختياري براحتك انت. هو بس بيشطشط وبيخلي الريحة جميلة في البصلة تمام. ونقلب كده. انا هديها تشويحة تمام 3-4 دقايق. نشوح البصلة كده مع السمنة والزيت ونرجع مع بعض. ومعايا حلوين البصلة اهي تمام زي ما انتوا شايفينها ابتدت تدبل شوية. هنزل بايه؟ بحبة من الشبت. حبة من الشبت بيدي ريحة تحفة مع البصل تمام. بصوا يعني في ناس كتيرة بتعمل المحشي ني في ني. انا كمان من عشاق اللي بيعملوا المحشي ني في ني، بس انا حبيت المرة دي نشوح البصلة شوية ونسبك بقى للرز. نسبك حبة صلصة كده مع البصل، هيدونا ريحة وطعم جميل جدا تمام. هنزل بايه تاني؟ معايا حبة من الثوم بس مجمدة كده، هتفك. ثوم بيديكي ريحة فظيعة فظيعة. هنقلب كده لمدة 5 دقايق بالكتير ونرجع نحط الصلصة مع بعض. ومعايا حلوين بالشكل ده البصلة، انا مش عايزاها تحمر معايا، انا عايزاها كده دبلت بما فيه الكفاية تمام. معايا ايه؟ معايا طماطم فريش هنزل بيها كده اهو تمام. هنحط ايه بقى؟ مكعب مرقة خضار لو عندك
كمون، المحشي يعني كمون، فلفل اسود، تمام، كزبرة ناشفة، ونسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض ونشوف هنعمل ايه. تعالوا اوريكم الورق. انا بسلقه اهو زي ما انت شايفه، بسلقه في الحله، بطلعه هنا في مصفى كده وبيتصفى. بص الورقه زي ما بقولك ما تجيش عليها في السلق، شايفه جامده ازاي ماسكه يعني. تمام، يلا بقى نشوف هنعمل ايه، يلا بينا. معايا حلوين الصلصه بتاعتي اتسبكت زي ما انتم شايفين. هنزل بمعلقه ملح كبيره، تمام، لان انا حاطه ملح في البصل. وهنزل بالرز اللي انا غسلاه كده، كيلو من الرز عشان الكرنبه عندي كبيره. تمام، هطفي، انا مش عايزه تاني، خلاص الصلصه اتسبكت، يبقى كده انا هطفي. نزلت بالرز ونزلت بالخضره بتاعتي، تمام اهو. بس انا كده طافيه على الصلصه. نزلت بالرز ونزلت بالخضره بتاعتي، شبت، كزبره وبقدونس، وطبعا انا حاطه التوابل معاكم. لو عندك نعناع حطي حبه، وعندك سوري بهارات المحشي حطي كمان حبه. تمام كده اهو، ويلا نشوف هنعمل ايه. ومعايا حلوين بصوا الورقه بتاعتي عامله ازاي، ماسكه نفسها ازاي، شايفين الجمال؟ بصوا انا مش عايزاها تتهري منك عشان ما تتهريش بقى وانتي بتسوي المحشي ويبقى الرز نايم. تمام، لازم تكون ماسكه نفسها كده. طبعا انا عارفه كل الناس بتعرف تعمل محشي الكرنب كويس جدا، لكن في بنات بتوع الجامعه، البنات اللي لسه هتتجوز جديد، العرايس، فعايزين يتعلموا، فلازم نعلمهم حاجه زي كده. والجو دلوقتي محتاج الكرنب، الجو برد جدا جدا النهارده، فقلت لا لازم اقوم اعمل لكم محشي كرنب النهارده. تمام، ونتعلم حاجات كده بسيطه مع بعض. وتقطيعه الكرنب تقطيعه جديده، معظمنا مش عارفينها، فقلت ايه اوريها لكم. بصوا الشكل، بصوا الشكل عامل ازاي. هعمل الكميه كلها كده وارجع اوريكم هنعمل ايه، يلا بينا. نعمل يا حلوين دلوقتي الصلصه بتاعتنا عباره عن ميه اهي بتغلي، وهنحط عليها حبه من الطماطم الفريش. لو انت عندك صلصه اوكي، ما عندكيش يبقى زي ما عملت كده طماطم. تمام، هحط ايه حبه فلفل اسود، تمام، مكعب مرقه، وده اختياري لو مش عايزه بس بيدي طعم جميل. وهنحط كمون، تمام، وهنحط حبة زيت كده في معدل معلقة واحدة، تمام، وهنقلبه كده مع بعض ويسيبه يتسبك. ومعايا هنا الحلة، معايا الحلة هنا يا حلوين اللي هرص فيها المحشي بتاعي. حاطة بصل وفلفل، عندك قوطة حطي، عندك جزر حطي، اللي انت عايزاه. وهنرص بقى المحشي وارجع اوريكم عامل ازاي. ومعايا حلوين الصلصه بتاعتي اتسبكت بالشكل ده، تمام. ومعايا اهو ورق الكرنب لفيته ورصيته في الحله، تمام. هنزل عليه بايه، بالشوربه بتاعتنا، تمام كده اهو. وهنوطي عليه ونسيبه على نار هاديه، مش مستعجلين عليه. وارجع اوريكم شكله بعد ما استوى عامل ازاي. ورجعنا يا حلوين بعد ما المحشي استوى. بصوا الشكل عامل ازاي، والريحه تحفه تحفه تحفه. المحشي اتدفى دلوقتي برد، تحفه. بصوا شكله عامل ازاي. يلا بسرعه اعمليه و في ثواني بتقطيعه الجديده اللي انا علمتها لكم هتتعمل بطريقه تحفه تحفه. يلا نقدم مع بعض. يلا يا حلوين اعملوها حاجه، بصوا السخونه حاجه تدفيكي في البرد اللي احنا فيه ده، متكتكين. يلا حاجه بصوا تحفه تحفه بجد. بصوا الورق مستوي ازاي، بصوا عامل ازاي، تحفه. يلا جربوه واعملوه، وما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا على قلبكم.